صاحب المعالي الأخ العزيز السيد إبراهيم أبو غالي، رئيس الاتحاد البرلماني العربي ورئيس المجلس الشعبي الوطني بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أصحاب المعالي رؤساء البرلمانات ورؤساء الوفود البرلمانية، أصحاب السعادة، السيدات والسادة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي بداية أن أعرب عن تشرفي واعتزازي بالمشاركة في المؤتمر 38 للاتحاد البرلماني العربي، معرباً عن خالص الشكر وعظيم التقدير إلى أخي العزيز صاحب المعالي السيد إبراهيم أبو غالي، رئيس الاتحاد البرلماني العربي ورئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة وحسن تنظيم أعمال هذا المؤتمر. يتناول المؤتمر في هذه الدورة موضوع دور الاتحاد البرلماني العربي في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية. والحقيقة أن شهادتنا في الاتحاد البرلماني العربي مجروحة، فمنذ تأسيسه في عام 1974 وهو يقوم بدور محوري في تعزيز التضامن العربي وتوفير منصة برلمانية مهمة لتعزيز العلاقات بين البرلمانات والمجالس العربية وتنسيق جهودها في التصدي للتحديات التي تواجه أمتنا العربية. وبدوري أود أن أنتهز فرصة مشاركتي في هذا المؤتمر لأؤكد حرص البرلمان العربي التام على تعزيز قنوات التواصل والحوار الدائم مع الاتحاد البرلماني العربي بشأن كل ما يخدم مصالح شعبنا العربي العزيز ويدافع عن قضاياه العادلة، وفي مقدمتها قضيتنا المركزية القضية الفلسطينية. وقد اتخذنا خطوة مهمة في مسار تعزيز العلاقات بين البرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي من خلال التوقيع على مذكرة تعاون ثنائية في شهر فبراير الماضي، والتي أثمرت عن تعزيز الحضور الفاعل والمشاركة البناءة في الفعاليات البرلمانية بشكل متبادل. إن هذه التطورات الإيجابية التي تعزز وتيرة التنسيق والتعاون بين البرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي تمثل قيمة مضافة لتعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية العربية في كافة المحافل الإقليمية والدولية، وهو أمر نحتاج إليه الآن أكثر من أي وقت مضى، لا سيما في ظل تعاظم التحديات التي تواجه أمتنا العربية. أصحاب المعالي والسعادة، إن التحديات الراهنة التي تواجه أمتنا العربية تتطلب تكثيف التضامن العربي وتعزيز آليات العمل العربي المشترك على كافة المستويات، وليس هناك حالياً أخطر وأسوأ مما يواجه شعبنا الفلسطيني من حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يقوم بها كيان الاحتلال الغاشم على مرأى ومسمع العالم أجمع، واستخدامه السافر للتجويع ومنع دخول المساعدات الإنسانية والطبية كسلاح في عدوانه على قطاع غزة، والذي حوله إلى جحيم ومقبرة جماعية للمدنيين الفلسطينيين من الأطفال والنساء. إن استمرار الموت الجماعي للشعب الفلسطيني سيظل وصمة عار على جبين الإنسانية جمعاء لن يغفرها أو يمحوها التاريخ، وستظل شاهداً على حالة النفاق الدولي وازدواجية المعايير
في التعامل مع حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة. وأمام هذا الوضع الكارثي لا بد للمجتمع الدولي أن يستفيق من غفلته ويضع حداً لاستخفاف كيان الاحتلال بكافة القيم الإنسانية والقوانين والمواثيق الدولية، وتحديه السافر للمؤسسات القضائية الدولية. أصحاب المعالي والسعادة، إننا في حاجة ماسة إلى تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية العربية في تيسير التوصل إلى حلول عربية خالصة لما تشهده بعض دولنا العربية من أزمات مزمنة ما تزال مستعصية على الحل، سواء عبر الوساطة الفاعلة أو تبني مبادرات لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتصارعة. وكما أكدنا في جلسة البرلمان العربي الذي استضافتها جمهورية العراق الشقيقة قبل أيام، فإن التحديات التنموية والاقتصادية التي يواجهها عالمنا العربي لا تقل خطورة عن التحديات الأمنية والسياسية، خاصة في ظل المتغيرات العالمية الراهنة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وانعكاساتها المباشرة على دولنا العربية، وهو ما يفرض علينا اتخاذ خطوات جادة وسريعة لإنجاز مشروعات التكامل الاقتصادي العربي. وفي الختام أؤكد أن البرلمان العربي حريص بشكل تام على تعزيز شراكته الاستراتيجية مع الاتحاد البرلماني العربي، وسيظل داعماً لكل ما يعزز الأمن والاستقرار في عالمنا العربي، ومسانداً للجهود التنموية التي تستهدف تحقيق التكامل والتضامن المنشود الذي نسعى إليه جميعاً بين دولنا العربية. أشكركم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.